كله عناوين اخبار، وعندنا ايضا طبعا كاس العالم للقارات والفيديو الغريب والعجيب اللي بيتم احتساب الاهداف او الغائها عن طريق الفيديو. هل ده لصالح الكره ام ضد الكره ام ضد متعه الكره؟ هنتكلم فيه النهارده. ايضا هنتكلم ايضا على ماتشات الدوري امبارح، وطبعا مفاجات. امبي يفوز بنتيجه ثقيله جدا على اتحاد 3، وايضا المقاولين العرب يفوز على وادي دجله 1-0 مع مديره الفني محمد عوده، ومقاولين بيقدم موسم استثنائي في ظل الامكانيات اللعيبه اللي موجوده في المقاولين العرب، عامل موسم كويس جدا. كمان هنتطرق لاستعدادات الاهلي والزمالك وسموحه لمباريات الغد وبعد غد ان شاء الله. بكره سموحه يلعب مع الاهلي الأبيض في مدينه الأبيض في السودان، مباراه مهمه جدا لمؤمن سليمان، قد تكون اخر مباراه ليه او قد تكون المباراه اللي تجعله يعني باقي في منصبه، لان في كلام كتير قوي على ان فرج عامر بيبحث عن مدير فني جديد. كمان حسام البدري وايضا اوجاستو اوناسيو، مباراه مهمه جدا للاهلي من اجل تاكد او تاكيد الصعود لدور الثمانيه. اما هي مباراه مصيريه لنادي الزمالك، اما ان يصعد اما ان يهدد بصوره كبيره جدا في الصعود لدور الثمانيه، خصوصا نادي الزمالك هيلعب ماتشين ورا بعض خارج ارضه. هيلعب مباراه اتحاد العاصمه بكره، وبعد كده على اول شهر 7 باذن الله هيلعب مع كابس يونايتد الزيمبابوي في زيمبابوي، واخيرا سيلتقي مع اهلي طرابلس في القاهره. وكل شيء وارد في كرة القدم. عناوين الأخبار: الأهلي بيختتم استعداداته لمواجهة الوداد المغربي غدا. عبد الحفيظ: ما يفعله اتحاد الكورة تجاه الدوري يعد انتحارا للاعبين بسبب قائمة ال 25 لاعب وأيضا 3 أجانب. مجدي عبد الغني: موعد الانتخابات الجبلية مرهون باجتماع الجمعية العمومية. الزمالك يتمسك بموقفه تجاه بند ال8 سنوات في اللائحة الجديدة. محمد صلاح ينتظر إذن روما للخضوع للكشف الطبي في ليفربول. غضب وتهديد بالانسحاب في الأهلي بسبب اقتراح اتحاد الكورة. إقامة مباريات الكأس المتوقية قبل نهاية الدوري حتى نهاية الموسم الحالي يوم 8، بحيث يتم فتح باب القيد المحلي بعدها بأيام قليلة. اتحاد الكرة يرفض اقتراح المصري باستبعاد الأجانب من قائمة ال 25. وانتوا عارفين امبارح وليد أزارو كان في مؤتمر صحفي في المغرب للإعلان رسميا عن الصفقة. دي كانت معظم أخبارنا، بس أحب أسلم على قبل ما أطلع فاصل أسلم على صديقي وابن بطوطة مهيب عبد الهادي. ازيك يا مهيب؟ ازيك يا كابتن خالد؟ اخبارك ايه؟ كله تمام؟ اخبارك ايه؟ وحشني. اخبار الحر ايه معاك؟ ايه ده؟ في حاجه؟ الدنيا حر قوي؟ مش كان معايا تليفونات كتير معلش. فعلا؟ بس فاضي. ما طبعا انت رجل مشغول مع اني جاي قبليك. صح كده. الدنيا حر جدا على فكره بره في الشارع. بس عايز اسالك سؤال كده سريعا قبل ما نطلع الفاصل، عشان عندنا بعض الاعلانات. اعتراض الاهلي والزمالك فقط، يعني او اعتراض الاهلي على فكره ال 25 لاعب، والزمالك بيقول يعني ما عندناش اي مشكله. رايك في احنا عايزين نفصل 25 لاعب فيهم 3 اجانب. طيب انت عارف طبعا احنا كنا امبارح فين؟ يعني طبعا فكلمت انا وكابتن حسام حسن. صحيح، ما هو كاتبنا في يعني هو 25 و3 اجانب. ان يعني هو حسبها حسبه جميله جدا. قال لك 25 لعيب فيهم 3 اجانب، فيهم 3 حراس مرمى. يعني انت عندك 3 حراس مرمى. يبقى انت كده بتتكلم في 17 لاعب. 18 لاعب سوري. في 18 لاعب. طيب دايما في الموسم 3 اجانب و3 حراس مرمى يبقى 19. دايما انت في صفقاتك على كلام الكابتن حسام ممكن صفقه 2 ما توفقش، ما تبقاش يعني هي الصفقه اكيد بيقع منك 1 2. زائد ان انت برضه في الموسم بيقع منك 2 3 للاصابه. تمام. وممكن 1 للايقاف. والاصابه دي بتبقى يعني ده معلش ما هو ده على اساس ان الاجانب ما لهمش لازمه. لا ما الاجانب لعيبه برضه. ما هو بس انت بتتكلم في تدوير. الاجانب لعيب بتلعب اقل حاجه موسمين. سوري، بتلعب بطولتين دوري وكاس. ده احنا ما اتكلمناش عن الاهلي والزمالك. اديك حته او اوريك ان الكلام ده مش حقيقي على ارض الواقع. قول. تعال شوف الاهلي مين اللعيبه اللي لعبوا طول ال 30 مباراه، هتلاقيهم مش هيعدوا ال 20. 30 مباراه فاهم، والباقي لعب ماتشين 3. لا والباقي لعب لما الاهلي خد الدوري. بالظبط. وتعالى بقى المصري. بص هي المصري بقى هتلاقيه كبيره لعب ب 20، ولو لعب في بعض الاصابات كده في الاخر. طب ناخد بقى وجهه النظر الاخرى. دي وجهه نظر مثلا كابتن حسام حسن، احد يعني افضل المدربين في مصر. طيب نروح للنقطه الثانيه، وهي وجهه نظر اتحاد الكوره اللي احنا كنا بنتساءل عليها امبارح. انا سمعت حازم من شويه. قال لك ايه؟ ما انا اتكلمت مع حازم امبارح. قال لك ان في 97 الناشئين. قال لك دايما كل الانديه الناشئين بتاعها ما بيستفيدوش منها. طب اديك معلومه. دلوقتي الزمالك هيئات كام؟
الزمالك او الاهلي هيئة 25. احمد فتوح في سن كام؟ صغير 29 يبقى 26. تمام. كريم نيدفيد، بيكهام وندفيد او احمد حمدي ادي 28. ماشي تمام. ماشي. عمر صلاح الحارس الثالث. ايوه بس عايز اقول لك عمر صلاح مع الزمالك كام؟ 27 ادي 27. ده اللي انت كل ده طالع بره برضه كابتن النجوم الناشئين. في لعيب اسمه كاماتشو باك رايت هيلعب مع الزمالك برضه 97. الناشئين لما بيظهروا من 16 17 سنه تعرف اذا كان الناشئ ده هيكمل ولا مش هيكمل. ده زمان الكلام ده. زمان. دلوقتي بقى بيطلعوا 20 سنه 21 سنه ويلعبوا للاسف. فاكر انت زمان؟ ما هو زمان كان لعيب بيلعب 17 18 يعني دلوقتي بيلعب عارف ليه؟ يعني من 17 سنه نعرف خالد غندور، عارف من 17 سنه نعرف هادي خشبه. عارف ليه يا مهيب؟ انت فاهم؟ عارف ليه؟ عارف ليه؟ كان بيبقى في قوام اساسي للفريق الاول. مفيش بيع وشراء وكل سنه غير 8 9. فبيبقى عندك مثلا 25 30 لعيب وعندك ناشئين على اعلى مستوى. تمام. مفيش فكره ان انت بيع وكلاء لاعبين ودي. ففي النهايه مثلا 2 3 بيمشوا، بيطلع 2 3 تانيين والفرقه تمام زي ما هي. لكن احنا عندنا هنا ممكن تمشي 8 وتجيب 8 جداد. فال8 جداد دول جايين لك من بره. تمام. مش هتطلع ولا 3 من تحت. لان انت بسم الله ما شاء الله القصه بتبقى برضو بيزنس وفلوس وتغيير لعيبه واكسب وتكسبني واكسبك وكده يعني. الحاجه الثانيه المهمه، انا كنت مع كهربا امبارح. تمام. كنا سهرانين مع بعض. وانت عارف كهربا ما بيتكلمش في الاعلام ولا في الصحافه دلوقتي لان الموضوع شائك. ممنوع طبعا. ممنوع. كهربا ملوش علاقه بمفاوضاته، ملوش علاقه بالمفاوضات بتاعته، هو ليه وكيل. هو اللي بيخلص. لكن عشان الناس ما تتاجرش. هو ابتدوا ستانلي، شوف ستانلي عايز يتنازل وكهربا مصمم انه يمشي. بالظبط. كهربا ملوش علاقه خالص، كهربا ما بيتكلمش مع حد. كهربا عنده وكيل هو اللي بيتفاهم مع اتحاد جده ومع نادي الزمالك. قال لك ايه بالاخر؟ لا هو معلومات يعني. المعلومات ان اتحاد جده عرض 1.300.000 بس. مليون. لا ده بيهزر بقى. ثواني. 1.300.000 سنة. سنة. في مفاوضات بقى توصل ل1.5، 1.700، 1.800، لا 2 مليون. يبقى ما يتباعش. اقول لك ليه؟ ليه؟ كهربا ما مشي في نادي الزمالك السنة اللي فاتت مشي بإعارة كام؟ مليون 250. ماشي. اما تبقى اما حضرتك بقى تتألق صورة رهيبة، تبقى من احسن لاعبي الدوري السعودي وتجيب تبقى تاني هدافين اتحاد جدة وتجيب الهدف اللي فازوا بيه بكأس ولي العهد بعد 13 سنة، تيجي تقول لي انا هعرض 1.3 مليون في الاول، يبقى انت كده ايه عايز تفشل الصفقة من الاخر. مين بتتكلم على مين؟ اتحاد جدة طبعا. طب مالناش علاقة يعني انا بجيبه بمليون 250 بعد تألق سنة كاملة. كابتن اروح عارض 1.3 يبقى انت بتقول ايه عشان لو علي الزمالك 1.5 ماشي. طب اديني فرصة كمان. انت دلوقتي نفصل بس ما بين اتحاد جده والزمالك وكهربا. كهربا خده على جنب كده شيله ومالوش علاقه. ملوش علاقه طبعا. ماشي. علاقه بكلمك على اتحاد جده. دلوقتي العلاقه ما بين نادي الزمالك وما بين اتحاد جده. دي شطاره بقى. ياخدوه ب 750,000 دولار، ياخدوه ب 5 مليون دولار، دي ما بين الناديين. لكن في وسيط في النص اللي هو وكيل كهربا. بص وكيل كهربا دايما بيدور على مصلحه كهربا. اكيد. تمام. اكيد. مصلحه كهربا الماديه انه يمشي. ماشي. هياخد له مليون دولار غير ما ياخد له 5 مليون جنيه. تمام. لكن مصلحه نادي الزمالك انا من وجهه نظري بقى، مصلحه نادي الزمالك لو جاله 1.5 مليون او 2 مليون ما يبيعوش. 2 مليون؟ يعني 2 مليون ممكن يفكر، لكن اقل من 2 مليون ما يبيعوش. ليه؟ لان قيمه كهربا بقى نادي الزمالك هتكون اهم ساعتها. انا هبيع كهربا اما اخد لي 3 مليون دولار 2.5 مليون دولار، لا ده مغريه بقى. لا ده انا ممكن بقى ابيع واجيب يا كابتن. فاهم قصدي؟ لكن انت اعير يعني لكن وانت عايز، انت خسران بطوله، انت طالع ثالث واحتمال تطلع رابع، انت عامل موسم كارثي. فاهم قصدي؟ موسم كارثي. فبالتالي لا انت محتاج لعيبه، اهم لعيبه عندك تبقى موجوده. هتتنازل عن كهربا تتنازل بمبلغ ابن لذينه بقى. لكن هتيجي تتنازل بمبلغ ايه يزيد 200 يزيد 300، لا يا حبيبي شكرا. انا شايف، انا وجهه نظري لحد 2 مليون انا شايف الدنيا كويسه. 2 مليون مش ده ادنى رقم الزمالك يبيع بيه. انا معاك، يعني 36 مليون يقدر يشتري بيه لعيب واثنين وثلاثه، لان في الاول وفي الاخر بقول لك دي اعاره، يعني هو ما بيفقدش اللاعب. وبعدين مصلحه اللاعب والراحه النفسيه للاعب دي مطلوبه. لما انت تقعد واحد غصب عنه غير لما تقعد واحد بمزاجه. انا دي وجهه نظري. انا موافق، بس في حاجه، يبقى انت استفدت من حاجه برضه. في حاجه برضه لازم برضه كهربا يعرف ان هو بيلعب في نادي كبير اسمه الزمالك. هو عارف. وانا بحب كهربا جدا. هو عارف. لا ما انت بتقول غصب عنه. لا هو في النهايه بص يا كابتن الرزق بتاع ربنا. لا بص يا كابتن في جالك اتحاد جده روح نوضح عشان الناس. قعدت في الزمالك قعد. نوضح بس عشان الناس ما تاخدش كلامنا بمحمل غلط. يعني ايه؟ انا ماشيه معايا في اتحاد جده وبتالق في اتحاد جده. خلاص سيبني لما انا ابقى واقع ارجع انت يعني بيتي. بص القصه مش كهربا. انا لو مكان كهربا هبقى عايز امشي، بس يعني انا باخد لي 18 مليون جنيه
انا اولى بيه، ولادي واسرتي وعيالي 18 مليون جنيه في السنه غير المكافآت اللي باخدها. تمام. لكن العيب بقى مش هيبقى في كهرباء، العيب في اتحاد جده. لو انا شاري اللعيب ده، انت عارف لما يكون لعيب عالمي عندك، يعني ستانلي ده مثلا اسمه ده كان مطلوب فيه $1,500,000 صح؟ تمام. ستانلي ده لو كان مكسر لك الدنيا وجايب لك 3 اجوان في نهائي افريقيا والزمالك خد بطوله افريقيا وكسر الدنيا في الدوري، كان لو اتطلب فيه مليون جداجل قال لك بلاش 1,500,000 خليهم 1,700,000، كان زمان يدفع ولا لا؟ كان هيدفع. طيب يبقى ما تيجي تقول لي كهرباء عالمي واحسن لعيب في اتحاد جده، يبقى اتحاد جده اشتري اللاعب اللي تألق معاك. انت معلش مع احترامي يا اتحاد جده، بيجي لك لعيب من اورجواي ولعيب من البرازيل يدفع لك 3 مليون و4 مليون دولار وما بيديكش نص نكله. فاحنا عندنا عقده الاجنبي في الوطن العربي ودول الخليج بالذات، يجيب لك الاجنبي ويقول لك اللاعب المدرب المصري ده مدرب احتياطي عقبال ما الاجنبي يجي. فاكر صح ولا لا؟ عمرو انور وعادل عبد الرحمن واكتر من مدير فني وبيتالقوا وبيعملوا نتائج وبيمشوا برضه. فاحنا عندنا عقده الاجنبي. لا كهربا اعتبره يا سيدي برازيلي. يا عم اتحاد جده اعتبر كهربا ده